السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل من ذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل وصفة. بصي، 3 مكونات، 3 مكونات، محدش مصدق. هتشوفيه وهتعرفي وهتجربي ان شاء الله، وتعرفيني وتقوليلي ايه الأخبار. ولما تجربيه ما تنسينيش تقوليلي لايك وتعليق حلو أوي 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 منك، وهتبسط أوي من اللي انت هتعمليه. بصي، رائع، مش هقدر اقولك بصراحة، وصفة جميلة. 3 مكونات هنشوفه وما تنسينيش. ولو اول مرة تشوفوني، معاكم حبيبة بنوفر مع مطبخ حبيبة السهل والبسيط والوفير. عندي بأمر الله صديقة ليا طلبته مني، عايزة بسكوتات موفرة وعايزة انواع من بسكوتات كتيرة. انا بأمر الله كل فترة هعمل نوع بسكوت. شوفي دايب دوب، تقولي غريبة، تقولي بتفور، حاجة كده رائعة. نشوف المكونات وندردش واحنا شغالين. نسمي الله ونبتدي، ونجيب الحاجة اللي احنا هنشتغل فيها. اي طبق عندك هنشتغل فيه. نجيب ايه معانا هنا؟ كوباية زيت الا ربع، يعني شوفي، يعني الا ربع، 3/4 كوباية. سليم سليم وجميل وحلو قوي، بس نكون واثقين في الزيت اللي شغالين بيه اولا. ثانيا، ممكن تستبدليه بزبدة او سمنة، وممكن تعملي خليط بين الاتنين، زيت وزبدة او زيت وسمنة، على حسب اللي عندك واللي موجود، او عايزة تعززي الطعم او اللي انت عايزاه. ونص كوباية سكر، لو مش مطحونة اضربيهم في الخلاط كله بالمعلقة. انا مش هعمل حاجة تانية، قدامك اهو بالمعلقة، مفيش اسهل من كده طبعا. كوبايتين دقيق، ادي كوباية، وهصب الكوباية التانية. تمام كده، بيتهيألي مفيش حاجة صعبة. هتستبدلي، لو عايزة تستبدلي الزيت بأي حاجة مادة دهنية تانية، تمام. عايزة تحطيه خليطين على بعض، مفيش أي مشكلة. أنا اشتغلت بالمعلقة زي ما انت شايفة. بصي يا ستي، هتعرفي منين ان الدقيق بتاعك كده تمام؟ أول ما الخليط يفصل من على المعلقة هتعرفي ان البسكوت كده عسل قوي. زي ما انت شايفاني كده، هبتدي اعجن. هو هيفصل، بس انا هحط له معلقتين دقيق كمان، عشان مش عايزاه سايح قوي كده. هو هيشتغل معاكي ومش هيلزق في ايدك، وهيبقى بصي مفيش اروع من كده. تقولي سابليه، تقولي غريبة، والله طعمه جميل جدا وموفر. عايزة حاجة مغذية؟ انزلي في الفيديوهات بتاعتي، فيه كتير وصفات، ولسه عندي وصفات كتيرة جدا للبسكويتات. تمام. هنا ابتديت اقلب اهو، زي ما انتوا شايفين. حطيت معلقة وضفت معلقة تانية، وابتديت اقلبهم. بس كده، مفيش اي حاجة، ولا عجنت ولا عملت اي حاجة. تعالي هوريكي طريقة تشكيل روعة وجميلة وسهلة وبسيطة. لو انتي بتشوفيني ما تنسينيش في لايك. وبصوا، محدش فيكم بيعمل لي كومنتات كتيرة، محتاجة انا الفيديو يترفع. الفيديو ما بيترفعش طبعا الا بالتعليقات واللايكات. وبشكر كل واحد هيخش ويقول لي كلمة حلوة من قلبه او دعوة حلوة من قلبه، عشان بجد بجد انا بتعب لغاية اما اجيب لكم وصفات موفرة جدا. المواصفات كلها غالية والحاجات غالية زي ما احنا عارفين. ربنا يا رب يسعد ايامكم ويوفر لكم كل حاجة سهلة في الدنيا. تمام. ونصلي على النبي ونكمل. انا هنا بططت كده عادي، مفيش اي حاجة. وهنا انا هكور كور كده مناسبة للبسكوت. خدي بالك طبعا، هو مفيهوش طبعا ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة. عايزة تحط نكهة الفانيليا حطيها. هنا الكور اللي انا عملتها، هبتدي كده آه اي حاجة عندك مدورة، اعمل فحرة في النص كده، وابتدي اعمل فجوة كبيرة علشان لما يخش الفرن. خدي بالك، هو طبعا لسه هيفرش وهيكبر طبعا، محطنلوش اي حاجة. والله جربي الوصفة ممتازة. على ما اظن التشكيل بسيط وسهل ومن غير اي اداة خالص. هبتدي كده اخلص كل الكمية دي، وطبعا عملت معايا كمية حلوة جدا جدا جدا. التشكيل التاني هبتدي كده اجيبه صوابع صغننة خالص، مش كبيرة يا جماعة. هكورها الاول وهفردها كده على شكل صوابع. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ذكر الله وذكر الرحمن وذكر الرسول عليه السلام في لساننا على طول يا جماعة. والله حاجة بتعمل البركة في البيت، بتجيب البركة الدائمة في البيت، وبتجلب الرزق، وبتمنع الفقر. وصورة الواقعة جميلة جدا. بصوا يا جماعة، انا كده خلصت الصاج. هيخش على فرن 150 لا اقل من كده. حلو الكلام. من 150 لا اقل من 150 معانا
يعني بصي ما كملتش نص معلقة كاكاو وهترجع الباقي تاني، هنرجع الباقي تاني مكان. بصوا انا هبصم كده بالشوكة وهبتدي اسحب الشوكة لتحت، هتعمل شكل جميل جدا للبسكوت. طبعا تشكيل سهل وعندك كل ده. مش عايزة تعملي اعملي بالشوكة من غير كاكاو. على فكرة يا جماعة عندك قهوة ممكن تعملي بالقهوة، اي شكل المتاح عندك اشتغلي. على ما اظن مفيش اسهل من كده. زي ما اتفقنا هتخش على فرن 150 او اقل كمان، لان ده بسكويت خدي بالك ما بياخدش لون. قبل ما نخش الفرن ما بياخدش لون ولا بيتحمر من على الوش، هو بياخد لون بسيط من كده من تحت. شوف احنا ملينا الصاج ولسه كمان في كمية هحطها في الصينية التانية، بس انا هسيبه لغاية اما يبرد شوية صغيرين وابتدي احركه. ابتديت احرك بس لونه رائع، مش اخد لون من تحت اصلا، لون خفيف كده، وهو ما بيتحمرش من فوق لان هو ما فيهوش ولا بيض ولا كلام ولا كلام من ده. هنا قطعة شوكولاتة صغيرة اهي سيحتها. طريقة التسييح بتاعة الشوكولاتة احنا عارفينها كويس، بس هنا لما بكون حبة صغيرين ببشر الشوكولاتة واحطها في كيس واحطها في شوية ميه سخنين بتكون ساحت وتمام التمام. هنا اللي احنا عملنا له فجوة هتحشيه بأي حشوة عندك شوكولاتة احشيه، عندك مربى احشيه. انا كان هنا عندي صوص كمان، صوص الطوفي حطيته، هي مش مربى حليب لأ، هو الكراميل عادي خالص. بس طبعا لو انتي بس ده يتاكل على طول علشان هو سايح. لو عندك مربى حليب احشيه، عندك مربى عاديه خالص، مربى فراوله، مربى مش اي مربى عندك احشيه، شوكولاته نوتيلا، عايزه تسيبيه كده تمام قوي. انت وافكارك، واعملي اللي انت عايزاه. هنا طبعا مربع شوكولاته الصغير ده والله عمل لي كل الكميه دي وعمل الكميه التانية كمان. هي طبعا الفيديو هيخلص بس هي لسه في الفرن. عمل كميه كبيره جدا والله، بس ما شاء الله سهل وبسيط ووفير. وتعالي حتى هوريهولك وهو بيتكسر. بصي يعني ناعم جدا، وزي ما انت عارفة اي قطع عايزة تصغريها عن كده هتصغري، بس هتطلع لك كمية اكبر بكتير. بس انا شايفة ان الكمية كده جميلة قوي ومناسبة قوي. وما تنسينيش في تعليق حلو منك زي ما قلتلك، واشتركي وقولي لاصحابك يشتركوا عشان القناة تكبر وانا بكبر بيكم. طبعا طبعا انا يعني ببقى مبسوطة جدا من اي حد بيقولي تعليق، واي فكرة عندكم ممكن تقولها لي. مش هنساكم طبعا، واي وصفة اتطلبت مني هحاول ان شاء الله اعملها وبطريقة سهلة وبسيطة. ويا رب اكون عجبتكم، يا رب ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم، واسترككم في رعاية الله وامنه وحفظه بامر الله. واشوفكم فيديو جديد، وباي باي يا احلى مشاهدين في الدنيا. باي باي.